كنت عينت في شركه بعد ما اتخرجت على طول. لقيت قدمت على شغل في شركه في المحل هنا. آه، الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله اتقبلت. وكان وظيفتي فيها كويسه جدا وسالري حلو قوي. فقالوا لي ايه، محمد، احنا معانا اول ده احنا معانا اول كلاينت معانا في الشغل ده بتاعك، ولو ما وده هيبقى الاختبار بتاعك، لو ما هندلتوش انت اوت. طب ايه اللبخه دي؟ ماشي. فتمام، انا استلمت منه الشغل الحمد لله، الدنيا تمام. عرفت اعمل تصميم حلو جدا، انا كنت مبسوط جدا بالتصميم بتاعي. المهم، ارجوك كل انك مش كاتب في السي في انك بتتكلم اسباني. لا خالص، انا كنت عادي. كان حضرتك الشخص اللي انا كنت بعمل له البرزنتيشن اصلا بيتكلم عربي مكسر. هو بني ادم مصري بس بيتكلم عربي مكسر، اوكي، لغته عاميه جدا. فتمام، انا قعدت يومين بصمم. كانت منشاه سكنيه تكلفتها وقتها حوالي 60 مليون جنيه. فانا طبعا لما طاير كلاينت بالمبلغ ده في اول دخله ليا مصيبه. تمام، المشكله إن انا ما طيرتوش عشان اعمل حاجه وحشه، بالعكس كان الكل معجب بشغلي. فايه، طب يا جماعه في برزنتيشن. تمام، بما ان انا التيم ليدر قالوا لي انت اللي هتعمل برزنتيشن. طب يا جماعه مين اللي هيسوق البرزنتيشن معايا؟ قال لك لا، انت لوحدك يا معلم، اتعامل وطير. اللي هو انا اتعامل لوحدك وطير؟ صباح الفل يا جماعه، لازم حد يسوق البرزنتيشن معايا. مش هتبقى حركه احترافيه ابدا ان انا اروح على الكمبيوتر كل شويه اغير الصوره عشان اعمل انفوجرافيك و... وارجع تاني اتكلم. مش حلوه، مش احترافيه خالص، مش حلوه في حقكم. قالوا لا، انت هتعمل لوحدك وطير يا معلم. قلت لهم طيب، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. تمام. فطبعا عشان ايه ابان بشكل شيك شويه، انا كنت وقتها، الله يسامحه يعني، انا مسحت بعدها على طول. كنت عامل كود، انا بقى الحمد لله ليه في الكودينج شويه. كنت عامل اوتوميشن لطيف كده مسميه فوزي. ده ايه، بديله فويس انستراكشن، وهو بيعمل لي على اساسها حاجه. انا بكتب له فويس كومنت، بسجل فويس كومنت واقول له لما تسمع الفويس ده او حاجه ده شبهه بنسبه 70% اعمل كذا. تمام، انا برمجه على كده. فتمام، انا حاجه زي الذكاء الاصطناعي كده، بس ايه، كلاب يعني، انا اللي عاملها بايدي مش. فا اوكي تمام يا جماعه. فقلت تمام خلاص، انا اخدته قعدت سهران عليه بالليل، خلصته ظبطته على فايلات الشغل. ان انا لما مثلا انا كنت عامل الشقق، المكان شقق، انا بعرض الشقق وحاجات معينه. فانا برمجته ان انا مثلا لما اذكر كلمه ليفنج يظهر لي صور للليفنج وحاجه كده جفايه صغيره انا عاملها، ان الليفنج فاضي وبيبدا يتفرش واحده واحده كده، ايه، حاجه مونتاج انا عاملها يعني، حاجه انفوجرافيك عاديه. فتمام، هو ساعه ما بقول حاجه هو بيبدا يظهر الانفوجرافيكس بتاعتها، بس مش اكتر من كده. كود بسيط جدا انا عامله. فقمت واخد الفايلات معايا ومسطب البرنامج على الكمبيوتر الشركه. والحمد لله سطبته سطبت المايك، خدت معايا مايك محترم، مايك لاسلكي. تمام اوكي، جربت اديت له كده كذا فويس كومند واشتغل حلو قوي. جه وقت البرزنتيشن طفيت النور، الدنيا تمام. فانا لوحدي، انا هنا وقتها فهمت شعور الستاند اب كوميدي. على فكره الكلام ده كان قبل ما افتح القناه دي باسبوع بالظبط. كان اترفدت قبل ما افتح القناه باسبوع عشان نكون على نور. فايه، تمام اوكي، انا الدنيا ضلمت في سبوت زي ده ضارب في وشي، مش شايف اللي وراه، شكرا الدنيا ضلمه. خلاص اوكي، فانا معتمد ان هم لما يكلموني انا هجاوبهم. فتمام، الدنيا ماشيه وانا بتكلم. طبعا ساعه ما اتكلم تجيب سيره الليفنج بتظهر حاجه اي كده ورايا لطيف. تمام، الدنيا حلوه جميل، والشغل ماشي حلاوه. هم مفكرين ان انا بسوق باي طريقه وانا مسجل فيديو وحافظه وبتكلم عليه. ما يعرفوش، محدش خد باله ان انا عامل حاجه. فقمت سحبت من لسان اهلي. قال له تمشي الدكتور ب3 ايام ازاي؟ مش فاهم، استنى. قمت اتسحبت من لسان اهلي. فكنت بتكلم، مش فاكر كنت بتكلم على ايه في البرزنتيشن. فبتكلم عن حاجه فهو علق وجاب حاجه تانية. فانا قمت قايل له فمثلا بتكلم عن الليفنج وهو قام جايب لي الحمام مثلا. فانا قمت بشاور له الكمبيوتر بقول له ايه الليفنج يا ابني، بعمل له كده لاني متعود بتكلم معاه كده بالفويس كومنت. هات ليفنج يا ابني، هو بيسمع كلمه ليفنج بس يجيبها لي. هو الفويس كومنت بتاعه ليفنج، قلت ليفنج هيظهر لي الليفنج. فانا بقول له ايه، هات الليفنج يا ابني. قام جايب الليفنج ورايا. من بعدها ما سمعتش حس كائن حي في القاعه.
الناس دي ماتت، المفروض يسالوني الناس دي ماتت، مفيش. ايه يا اسطى في ايه؟ مفيش، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا جماعه محدش بينطق. قلت بس كملت البرزنتيشن مع نفسي. اوكي، وشكرا ليكم، اتمنى يكون المشروع مش عارف ايه. قمت قايد النور، هوب، الراجل المقاول اللي اللي واخد البيت اللي انا بعمل البرزنتيشن اصلا قام جري. منظره لن انساه. وفي واحد زميلي كان معايا في التيم قام جري على الحمام. ومديري يقول لي مين اللي معاك؟ نعم. ايه اللي مين اللي معاك؟ في ايه؟ يقول لي مين اللي معاك؟ يا عم الحاج في ايه يا مستر؟ كان اسمه مستر ايه؟ مستر سامي، اه. مين اللي معاك؟ قلت له يا ريس والله ما في حد معايا، في ايه؟ مين اللي بيسوي البرزنتيشن؟ قلت له فوزي. قال لي مين فوزي؟ قلت له اه انا نسيت اقول لكم ده ايه، اه انا عامله برامج وانت له الكود وبتاع. قال لي نهارك طين، الراجل من الخضه قرأ القرآن كله في دقيقتين. اه. مش هنسى مناظرهم ابدا. قلت له يا فندم حضرتك انت اكيد عارف، سمعت عن حاجه اسمها كودنج وعن فويس انستراكشن اكيد. انا بقى معايا مايك، انا مش لابس المايك زينه، ما انا في مايك باين على وش اهلي قد البتاع على وشي اكيد باين. من هنا لهنا طبعا زمايلي جم على ما فيهم. قلت لهم يا جماعه طب هو راجل مثلا، وليكن هو راجل مش فاهم، اوكي راجل هو مش متعلم، فمع احترامي لكل الناس اللي مش متعلمين فوق راسي، انا والدتي كمان مش متعلمه، تمام؟ فانا ما عنديش اي مشاكل مع الناس اللي مش متعلمه. اوكي تمام حضرتك، انتوا مش، هو مش فاهم، انتوا فهموه، انتوا المفروض مهندسين، انتوا خدتوا كودنج في الكليه. قول يا سيدي اكتب. فعلا. انا عمال بضحك لان انا فاكر المناظر، انا مش عارف اشرح لكم المناظر كانت عامله ازاي. والله العظيم في واحد وشه يتعصر يملى النيل من كتر العرق اللي على وشه. منظره. ف... انا عمال اضحك والله، انا اسف انا بضحك على افيه انا بقوله مش مفهوم قوي، بس فعلا المناظر كانت صعبه قوي. المهم المدير بتاعي قال لي بص العميل ده تهندله، تتصل بيه، وانت اللي هتتصل بيه، لو طار انت اوت الشركه. طبعا عميل ب 60 مليون ده فعلا لو طار انا لو مكانه هقتلني. ما فيهاش فصال، ده 60 مليون يابا صباح الفل، يعني فيهم مكسب اقل الواجب حوالي 5 6 مليون، ده بالميت. فتمام طبعا اول حاجه عملتها خدت رقم العميل، انتوا عديت يوم عشان يهدى خالص، اتصل بيه، مساء الخير يا فندم مع حضرتك باشمهندس محمد محمود، اللي حصل كذا كذا كذا، حابب بس اوضح لحضرتك اللي حصل، ما كانش عفريت ولا حاجه، لسه بقول الجمله ديت. قال لي ما تتصلش تاني وقفل السكه في وشي، شكرا. اتصلت بالمدير بتاعي قلت له مستر سامي الراجل قفل السكه في وشي، قال لي خلاص انت بره. شكرا. طب يا فندم انا عامل شغل حلو، قال لي ما يخصنيش. طب حد تاني يعمل برزنتيشن، ماليش دعوه، انت اوت. الافيه الاكبر، انا ده كله عدى عادي، كل ده عدى عادي، خدوا بقى الافيه الاكبر. لحظه، اقفل لي الجيم كابشر ده، رساله الترمينيشن اللي جات لي دي، رساله الترمينيشن اللي جات لي، اقرأوها. انا وقفت عند جمله لما بضرب من اعمال ترويع للعملاء والمديرين بالشركه، انا وقفت عندها واقسم بالله انا كنت قاعد في جلسه جماعيه في العيد، في العيد الكبير، والله العظيم انا اتقلبت على الارض من كتر الضحك. يا نهار اسود، دي اول رساله ترمينيشن تجي لي في حياتي. يعني يما مش هنساها، مش هنسى. اخد سكرين شوت احفظوها. ودي اخر رساله ترمينيشن جات لي بالعربي بصراحه، الحمد لله، لان بعدها فريلانسر خلاص مفيش. اه يعني يما.